تطوير شارع النبي دانيال مش مجرد تطوير لشارع أو حتى الاهتمام وتطوير بمباني تراثية أو حل لأزمة الباعة الجائلين وإنهاء العشوائية اللي كانت موجودة أو حتى الاهتمام بشارع تاريخي من أقدم شوارع العالم. تطوير شارع النبي دانيال نقلة حضارية متكاملة بتحقق كل ده وأكتر. آخر تفاصيل مشروع تطوير شارع النبي دانيال: الشارع كان شكله إيه أثناء التطوير ودلوقتي بقى عامل إزاي؟ اختلف كتير جدا عن الأول. ايه الجديد في شارع النبي دانيال علشان لو رحت هناك ما تتفاجئش؟ ده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم بعد ما تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل لو حابين يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة عن محافظة اسكندرية في وقت حدوثها. ويا ريت لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. مشروع رفع كفاءة شارع النبي دانيال بيشمل تطوير الواجهات للمباني التراثية ولجميع مباني الشارع. المباني التراثية اللي بيتم طلاءها بنفس الألوان والمواد اللي تم طلاءها بيها لأول مرة، وده للحفاظ على شكلها التاريخي وإعادة رونقها لسابق عهدها. الشارع اللي عانى كتير بسبب التجمعات العشوائية للباعة الجائلين، واللي أصبح مع الوقت أشهر شوارع اسكندرية لبيع الكتب، وانتشرت أكشاك الكتب على الجانبين بشكل مشوه للشارع وكمان يعيق المرة، وخصوصا إن الشارع كان بيمشي فيه العربيات في الاتجاه من شارع فؤاد لحد محطة مصر، ودايما كنت بتلاقي فيه الكتب اللي بتدور عليها، سواء كتب علمية أو روايات أو حتى كمان كتب دراسية وخارجية. الشارع اللي اشتهر كمان بالسراديب، سواء خزانات المياه اللي كان بيشرب منها أهل اسكندرية لعصور طويلة، أو السراديب الرومانية اللي قال فيها بعض المؤرخين إن يقدر يمشي فيها الفارس وهو راكب حصانه وفارد كمان ظهره، يعني كانت بعمق كبير جدا وكمان بتوصل للبحر وبتستخدم للهروب في حالة أي هجوم على اسكندرية. الشارع اللي اشتهر باحتضانه لمظاهر دينية كتير، زي مسجد سيدي عبد الرزاق الوفائي اللي قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة، واللي هيتم إضاءة الرصيف المجاور ليه زي ما حضراتكم شايفين من ضمن أعمال تطوير الشارع. كمان من ضمن أعمال التطوير تم تركيب انترلوك للشارع نفسه مش للأرصفة بس، وده لأن الشارع هيكون ممشى للمشاة فقط بعد منع دخول العربيات من ناحية شارع فؤاد، وده علشان يكون شكل جمالي للشارع ومناسب للطابع التجاري اللي فيه، وكمان يبقى فسحة. كمان الشارع مكان لمسجد وضريح النبي دانيال ولقمان الحكيم، واللي اتكلمنا عنهم في حلقة قبل كده، هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف وفي الآي فوق، أرجوكم ارجعوا لها لأن لازم إحنا كاسكندرانية نكون عارفين تاريخنا كويس. وقدام حضراتكم دلوقتي في الصورة الشكل النهائي للمبنى التراثي ده بعد ما تم تجديده. المعلومة الجديدة لحضراتكم إن أكشاك الكتب واللي كانت منتشرة بطول الشارع هترجع تاني، ولكن كلها هتكون بشكل موحد للحفاظ على الهوية البصرية للشارع. الجديد بقى إن الشارع الصغير الموازي لشارع النبي دانيال اللي فيه صيدلية التأمين الصحي اللي قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة، هيتم كمان تطويره بنفس طراز شارع النبي دانيال، وهيتم بناء فيه أكشاك للكتب بنفس طراز والشكل الموحد للأكشاك اللي موجودة في شارع النبي دانيال نفسه. والعدد ده هيسمح برجوع أصحاب الأكشاك القديمة للأكشاك الجديدة اللي موجودة في الشارعين. مش بس مباني شارع النبي دانيال اللي تم طلاقها، كمان بعض المباني اللي موجودة في شارع فؤاد ومحيطة بشارع النبي دانيال هي كمان تم تطويرها زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. علشان كده بنقول إن في كل مشاريع التطوير مش بس بيكون التطوير في نفس المكان اللي بيتم تطويره، لا بيمتد التطوير والعمران والتنمية كمان للأماكن المحيطة. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية وتعرفوا اللي بيحصل فيها أول بأول ووقت حدوثه، تقدروا دلوقتي تشتركوا في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.